للرسالة دي عزيزتي لازم طبعا أقف وأقولك إيه محتوى الرسالة. ممكن تكوني غيورة بزيادة وقلقتي من محتوى الرسالة أو حملتي الأمور أكثر مما تحتمل، ولا أنت متأكدة أن الرسالة دي لها طابع عاطفي أو جنسي؟ لأن نوع الرسالة هيفرق كتير قوي في التعامل مع المحتوى، أو هيفرق كتير في التعامل مع الموقف كله على بعضه، لأن احنا بنتكلم على أختك وجوزك. لو فرضنا ان نوع الرسالة دي لا يقبل الخطأ او ما فيش مجال لإحسان النوايا فيه، في الحالة دي للأسف هقولك ان انتي محطوطة في موقف حرج جدا جدا جدا، هيترتب عليه احتمال كبير لانتهاء جوازتك ولانتهاء علاقتك بالأخت دي كمان. مش قادرة اقولك احتفظي بجوزك وقطعي أختك، ولا قادرة اقولك احتفظي بأختك وقطعي جوزك. للأسف المواقف الحرجة الصعبة اللي زي دي نسبة كبيرة من إحسان التصرف فيها بإنك تعتزلي الاتنين بشكل ما. بس أهم حاجة عندي إن احنا ما نسيئش التقدير أو نسيء فهم الموقف، أو ناخد حجم أكبر لموقف في أصله مش بالطابع ده. عشان كده في الأول سألت هل أنت متأكدة من المحتوى ده ملوش تفسير آخر؟ هل أنت متأكدة إن أنت معتدلة وستيبل وكله تمام؟ ربنا يعينك، موقف مش سهل. عشان كده بنقول يا جماعة دايما الحدود الحدود الحدود. الحدود الشرعية والمسافات ما اتعملتش عشان الملائكة، الحدود الشرعية والمسافات اتعملت عشان احنا كبشر نعرف نلتزم بمواقعنا ونحترم حدود الله في الدنيا.